باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يا بركة يسوع تحل عليكم وتشملنا جميعا بالنعمة، ونستمع إلى ما يقوله الروح القدس إلينا جميعا ليستقر في قلوبنا وأعماقنا. ونحن الآن في الأسبوع الثاني من الصوم الميلادي، نرى فيه بشارة السماء. ما هي؟ أولا نتكلم عن زكريا الكاهن حينما يتوجه إلى هيكل الرب في ذلك الحين. لماذا؟ لكي يأخذ نوبته، ووقعت القرعة عليه ليدخل إلى قدس الأقداس، وحينما يدخل ليقدم البخور المتصاعد مع صلواته وصلوات الشعب أيضا. هنالك في الهيكل حينما دخل يرى على يمين المذبح ملاك الرب. رؤيا ملاك الرب في حد ذاته ليس سهلا، بل له رهبته وله قيمته ورعبه أيضا. ولكن الملاك يطمئن زكريا: لا تخف. لماذا لا يخاف؟ بشارة حلوة جيدة طيبة. هو رجل شيخ، وامرأته أيضا قد طعنت في السنين والأيام، أي كبرت في السن، وهي عاقر، ولم يكن لهما نسل. وفي ذلك الحين كان يعتبر من ليس له نسل، أي امرأته عاقرا، شيء غير مقبول، عار. لماذا؟ كل كان ينتظر نسلا وابنا صالحا، قد يكون منه نبي أو هو المخلص المنتظر. لا تخف، وجدت نعمة. هو وزوجته يشهد الملك أنهما كانا بارين تقيين. يقول أنه قد قبلت صلواتهما. أي صلوات؟ مضت السنين وعبرت الأيام. يقول لهما الملاك إنه سيكون لهما نسل. كيف يكون هذا؟ لا طبيا ولا عقليا ولا منطقيا. هو شيخ وامرأته أيضا كبرت في الأيام، ولكن صلواتهما قد قبلت. ولماذا لم تقبل قبل ذلك؟ قبلت في الوقت المحدد الذي سمحت به السماء أن يكون لهما نسل في هذا الوقت المتأخر. ومن يكون؟ الاسم يجيء من السماء، اسمه يكون يوحنا، والله يتحنن، وفعلا قد تحنن. ما صفاته؟ يمتلئ بالروح القدس من بطن أمه، خمرا ومسكرا لا يشرب. وماذا يفعل؟ يرد قلوب الأبناء إلى الآباء، يعني الأسرة تبقى متحدة متضامنة.
ليس هنالك عقوق للأبناء أو هنالك كبرياء أو عصيان، والآباء أيضا إلى أبنائهم، ثم هو يرد العصاة إلى فكر الأبرار المخالفين، يردهم يوحنا المعمدان، أي أنه يرشد الشعب وإن كان بكلمات قاسية، يسميهم أولاد الأفاعي، لأنهم قد استمرأوا المرعى واستمروا كثيرا في الخطيئة. يردهم إلى فكر الأبرار، لا يكونوا عصاة بل يكونوا طيبين وأيضا عابدين ومطيعين لأقوال القديسين أو قول الآباء. هذه مهمة يوحنا المعمدان، هذا الطفل الذي يتربى في مخافة الرب. المرأة التي شاخت الله يصنع معجزة، والرجل الذي عبرت به السنون كأنما هما قد صار شابين لتحبل الإصابات الطيبة البارة. ثم نستمع إلى هذه النبوة والبشارة التي جاء بها الملاك، ولكن زكريا يرتبك، وفي ارتباكه يحتج ولو ببساطة: كيف يكون هذا مع هذا السن الكبير؟ يعطيه الملاك علامة، إشارة. ما هي الإشارة؟ إشارة صعبة. يقول له: لا تتكلم، تكون صامتا حتى يتم هذا. لا يقول له غير هذا، وإذا به لا يستطيع الكلام، إنما يسمع وهو أخرس. ويخرج زكريا من الهيكل صامتا لا ينطق بأي كلمة، والكل يتعجب، وقد رأوا أنه قد رأى ملاك من السماء، فإذا به لا ينطق. أما القصة فلم يكن له قدرة على أن ينطق ويقول ما حدث، لا له ولا لإليصابات، صامتا. وانتهت خدمته وتوجه إلى بيته، وتم الحمل بأمر من الله. عجيب أنت يا يسوع! كيف يتم هذا وهو مخالف للطبيعة؟ ليس شيء عسير لدى الله، كل شيء مستطاع للمؤمن. هو مؤمن وآمن، والكل خضع هو وزوجته، واستمرت تخفي هذا الأمر وتبقيه في سرها. نقول يوحنا المعمدان طفل جنين في بطن أمه ترعاه السماء. نحن ما هي مهمتنا ورسالتنا نحو أطفالنا، وكيف نربيهم، وكيف نحن أيضا نتولى المسؤولية بروح الأبوة والأمومة أيضا. التربية الحقيقية أن يتنازل الأب والأم بالذات إلى مستوى الطفل، لأن الطفل له لغة خاصة، له أسلوب خاص، إما بالإشارة، بالابتسامة، بالصراخ. ولكن
قد نتعامل معه بشدة إلى سن معين، قولوا 5 مثلا، يجب أن نتمشى مع الأطفال لا بالزجر أو بالضرب أو بصوت مرتفع. قصت علي عن شأن ابنها أنه معوق في النطق وهو في المدرسة في الحضانة ولم يبلغ بعد حتى 5 أقل. وماذا تفعل؟ عليها أن تزجره وبصوت مرتفع وتضربه أحيانا. يصرخ الابن ويلجأ إلى صدر أمه الحنون. ماذا يقول؟ يقول لأمه: ماما لا تضربيني، لا تضربيني، قولي لي إنك تحبينني، أنا أحبك يا ماما. هذه لغة الطفل، سمعتها من الأم تليفونيا وفي بلد غير بلادنا خارج الديار المصرية. قلت لها: لا تحدثيني مرة أخرى طالما أن هذه معاملتك الجافة القاسية لطفلك الذي يقول لأمه: ماما حبيني، لا تضربيني. لا لا لا، كفاية خالص، أنا لا أستطيع سماع هذه اللهجة أو اللغة، إنها تبكيني أيضا حينما أسمعك تقولين هذا الكلام. وبعد مدة قصيرة لا تتجاوز 2 تقول لي: أشكرك، لماذا امتنعت عن إهانة ابني؟ أكلمه بالرقة وبطيبة الأمومة التي تشتاق إلى طفلها. وبعد ذلك قالت: إنني أخذت ابني وتوجهت إلى دكان يبيع اللعب واشتريت له لعبة صغيرة. خذ يا ابني. ماما هل هذه لي؟ أيوة لك يا ابني. وبدأت تغير اللغة تغييرا كاملا، والابن يفرح ويزداد في تقبيل أمه واحتضانها. قلت لها: أرجو الله ألا تعودي إلى لغتك في التربية، هذه تربية مسيحية تعلمه شيئا من العلوم التي يأخذها في مدرسة الحضانة وأمورا أخرى بسيطة عن الدين في قصص سهلة يرتاح لها الابن. هل نحن نفعل هذا؟ وإن كنا لا نفعل، نعرف أن يسوع قالوا: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. يا سلام، المسيح يداعبهم ودعهم يأتون إليه، يجلسون على صدره أو كتفه وهو يمد يديه ليأخذ صغيرا لا يستطيع أن يصل إلى ركبتيه ويجلسه ملتصقا به. هذه هي الطريقة التي أوصانا يسوع أن نحتذي بها. ولا يمكن أن يكون لأب أو أم قلب مسيحي صادق حينما يزجر هذا الصغير. يجب أن نتنازل ونفهم لغته، لماذا يبكي، لماذا يضحك، له لغة خاصة. يشب الابن قريبا من والديه، لا ينفر ولا يشعر بالحزن والألم من أقرب الناس إليه
في سن الطفولة وبعد ولادته إلى أن يبدأ يفهم. ويقول معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس: وإنك منذ الطفولة وأنت طفل تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. معناها أن هنالك تربية روحية كنسية بلغة بسيطة، بقصص روحية أو بأي شيء، والأم أقدر على معرفة لغة الابن. ثم ماذا ليوحنا المعمدان؟ خمرا ومسكرا لا يشرب، وظل هكذا بسيطا متقشفا ناسكا عابدا لابسا لثياب خشنة من وبر الإبل. طعامه عسل بري لقمة معها. هذا هو يوحنا المعمدان. نشأ قويا ويتقدم أمام الرب بروح إيليا، يعني قوة، يعني ما يخافش من أحد، يعني يرسل كلماته ولتنزل على الصاعقة على رؤوس أولئك العتاة، لو كان هيرودس أو غير هيرودس. أخاب لم يقف أمامه خائفا. إيليا النبي يقول: حي هو الرب، لا ينزل مطر أو طل على الأرض إلا عند قولي. يا سلام! عند قولك يا إيليا الأرض لا تنزل عليها مياه وتصير جرداء والناس يجوعون. هكذا قال الرب على لسان إيليا النبي أمام أخاب الملك الجاحد المتجبر والمتغطرس، والذي كان يحقد على إيليا، وخصوصا حينما قال له: أنت قتلت نابوت اليزرعيلي لتأخذ أرضه. وفي الوقت نفسه قبلها كان في أشد الحزن: لماذا أنت يا أخاب حزينا؟ امرأته تراه على غير العادة، يقول لها: طلبت أرضا مجاورة لكل أملاكنا ولقصرنا يملكها ذلك الرجل نابوت اليزرعيلي. قال: حي هو الرب، لا أفرط في ميراث آبائي وأجدادي، لن أعطيك هذه الأرض. وأنت يا أخاب كل اللي عندك محتاج لوسع والامتداد أكثر. العين لا تشبع من النظر، دايما متطلعة في جشع وطمع، وخصوصا حينما يكون متسلطا لا يملك أن يتكلم أمام الملك ولا يقدر أن يرد له طلبة. ولكن نابوت كان شجاعا. وبعد ذلك ماذا تفعل الملكة إيزابل لإرضاء زوجها؟ أتت بشهود زور يشهدون على إخاب، جدف وشتم وساب الملك وغيره. مأمورية سهلة جدا. وانقتل من؟ نابوت الغلبان صاحب الأرض. وإيزابل تقول له: ما تزعلش، لا تحزن، قم وخذ رث الأرض. ورث. لكن إيليا لا يخاف، يقول: لا ينزل مطر أو طل على الأرض إلا عند قولي.
كيف تتحكم يا إيليا أن السماء تمطر أو لا تمطر إلا عند قولك؟ يقول هذا وهو متأكد من حضور الرب وسماعه لطلبته ولكلمته. ثم إلى أين تذهب كما يريد الرب؟ أخاب يطاردك ويريد قتلك أيضا، يذهب هنالك عند نهر من الأنهار. من أين تأكل يا إيليا؟ من هو الذي يعطيك؟ قد يقول له الله: أوصيت الغربان، غربان السماء التي تخطف الأمور، تخطف الطير وأي حاجة، خطاف الغراب. الغراب يأتي له في الصباح يجيب له الرغيف وقطعة اللحم، ويتكرر هذا في المساء. النهر مصدر الأمطار إلى حين، وبعد ذلك قد جف ونضب، ليس هنالك ماء ولا غربان. يرسله الله إلى أرملة فقيرة محتاجة لا تملك شيئا، غير أنها حينما ذهب إيليا إليها وجدها تقش بعضا من الحطب. قال: أعطينا تأكل. منين؟ اللي عندي كلها حفن الدقيق وقليل من الزيت، أعجن الدقيق وديني بقش الحطب، أعملهم كده، أعمل كحكة لابني وكحكة لي. أجيب لك منين؟ أعطيني أولا وفي طاعة كاملة. وكما يقول الكتاب: ابن الطاعة تحل عليه البركة. قدمت إليه الكحكة أولا، ويقول لها بالتالي إلي: كوار الدقيق اللي خدت منه الكف ده لا يفرق، والقنينة الزجاجة فارغة لا تفرق، أخذتيها وعجنت بها وحطيتها، لا تفرق إلى أن تأتي أوقات الفرج من عند الرب. شكرا لك يا الله، تعتني بالخليقة كلها وبهذه الأرملة الفقيرة، وبالتالي هي تأكل وابنها وأيضا إيليا. وتمضي السنوات، مضت 3 سنوات، وتأتي الرسالة لإيليا. ماذا يفعل؟ أن يعود إلى من؟ إلى أخاب. طيب أخاب ده بينه كان خاب على الآخر، بيجي خيبة، الأرض فرغت من الخيرات، أكلوا وشربوا، وانتهت الأيام وعبرت 3 سنوات أو أكثر، وإيليا يجد خادما أمينا عند أخاب، استدعاهم: قل لأخاب أنني قد جئت. وأخاب ماذا يفعل؟ في خضوع تام ينتظر الكلمة من رجل الله إيليا، وإذا به يقول إنه خلاص الفرج وانتهى وقت الجوع. ويقول لتلميذه: شايفش حاجة في السماء؟ قال له: حتة غمامة الأول ما فيش قدر كف تنتشر وتملأ كل البقاع. هنا عمل الله. ماذا تفعل أنت يا إيليا؟ سنرى هذا فيما بعد، كيف قتل الملك، وإيزابل كيف ألقيت من شباك بيتها وتهشمت وأكلتها الكلاب. وأما أخاب مات في المعركة
ولحست الكلاب أيضا دمه من المركبة. يوحنا المعمدان هذا الذي أتى جاء في الوقت المناسب، وكان فيما بعد ميلاده قبل المسيح ب6 أشهر حينما جاءت البشارة لمريم العذراء. يمتلئ بالروح القدس من بطن أمه. فلنعتني بأطفالنا أولادنا وبناتنا الصغار ليكونوا متأهبين لعطية الروح القدس عند وضعهم في جرن المعمودية، ويكونوا أبناء بررة قديسين. هذه هي رسالة الآباء والأمهات، رسالة السماء لكل فرد منا أن يحسن تربية أبنائه، يحسن التربية الصالحة لأولئك الأبناء، حتى بذلك يشبوا أبرارا وقديسين نفخر بهم وتفرح الكنيسة أيضا، ويكون هنالك سلام في قلوبهم. ليتنا نستمع إلى صوت السماء. رب الولد في طريقه، هذا ما يقوله سليمان الحكيم، رب الولد يعني في طريق الرب، ومتى شاخ لا يحيد يعني يثبت حتى المنتهى. رسالة السماء لكل منا الاستماع إلى صوت الرب والعمل به، لنكون بذلك أمناء فيما أعطينا من وكالة. أخيرا يقول الرب في الآخر: قدم حساب وكالتك لنفسك ولأبنائك، لكي بذلك نقول: ها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتني إياهم، سواء أبناء الروحيين للكهنة وللكنيسة أو أبناء بالجسد للآباء والأبناء، لتعيشوا دائما في اطمئنان وسلام ومحبة لكنيستكم، وإيمان تام وثابت بمسيحنا الذي نشكره، الذي أعطانا في هذه اللحظة هذه الكلمات لتكون بين يدينا ما أعطاه لنا المسيح أمانة في قلوبنا نحيا بها وتثمر 30 و60 و100. لتصفق قلوبنا وتهلل تمجيدا للمسيح الذي نحن الآن في انتظار عيد ميلاده المجيد، الذي رنمت فيه الملائكة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. منحة عطية لا يستطيع أن يعطيها أحد بين البشرية إلا يسوع المسيح، الذي نضرع إليه أن يملأ قلوبنا بالفرح والسلام، ولاسمه القدوس كل مجد وكرامة وسجود وإلى الأبد آمين. اختتمنا كلماتنا التي ألقاها علينا الروح القدس، وإن كانت بسيطة لكن نضرع إلى الله أن يجعل فيها قوة ونعمة لقلوبنا. والآن نصلي ونضرع إلى مسيحنا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه،
يأتي ملكوت، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعكم.